طيبة والعالم الإسلامي كله بخير وسعادة يا رب، ويجعل علينا الأيام بخير. يا رب. حضرتك اختصاصي إدارة منزل، تمام. نعمل ايه؟ يعني احنا عايزين، انا لسه كنت قاعدة مع الدكتور وبنتكلم في اننا محتاجين توعية كبيرة باننا نحاول نغير من اسلوب حياتنا في الشهر ده تحديدا. حقيقي هو احنا محتاجين نغير من ثقافة ونظام حياتنا بشكل عام، مش في الشهر ده، لان احنا بنعتبرها اسلوب حياة صحي سواء من الجانب الغذائي او الجانب الاقتصادي. احنا في شهر رمضان الكريم في بعض العادات والثقافات الموروثة ما نزل الله بها من سلطان حقيقي، اللي هو شهر رمضان هو شهر التعبد، شهر الروحانيات، شهر صلة الارحام. احنا بنحول في مجتمعاتنا الشرقية بشكل عام والعربية شهر رمضان إلى سفر وموائد. إزاي تبقى المائدة عندي فيها 3-4 أصناف بروتين وحلويات وأشياء كثيرة، رغم إن احتياجي الجسمي أنا مش بحتاج الكمية دي كلها، ولكن هي ثقافة خاطئة لابد التعامل معاها بشكل كبير وبنشر الثقافة. احنا دايما بنقول الوعي هو إدراك العقل لحقائق الأمور. إزاي أفهم أنا مهما قلت حلقات تلفزيون او ندوات او اذاعه، يا جماعه لازم نغير الثقافه، وانا ما عنديش القدره والمبادره ان اتغير من جوايا، مش هقدر اتغير. تمام. افهم كويس قوي ان الشهر ده احنا لو جينا اتكلمنا اقتصاديا كده، لما اجي اتكلم على الانفاق على بند الغذاء فيقل التلت. ليه؟ لان انا عندي وجبتين فطار وسحور غير الايام العاديه اللي هو 3 وجبات في اليوم. ده بالمنطق، انت حضرتك بتتكلمي بالمنطق. بالظبط، وده اللي المفروض يحصل. احنا لما بنيجي انا كنت في مداخله في الاذاعه واتكلم على الميزانيه في شهر رمضان. انا مش بتكلم دلوقتي بشكل ايه اللي هو المجتمع اتغير، لا احنا في مشكله في المجتمع، احنا عم بنزيد الانفاق في شهر رمضان، طب نعمل ايه؟ الحل اللي بقوله اولا الانفاق في شهر رمضان مش بيجي في شهر رمضان واقول انا عاوز ازود دخلي حالا. احنا بنعمل بند الطوارئ من قبلها بسنه، يعني رمضان ده خلص بيبقى عندي ظرف كده بعين فيه 100 جنيه شهريا، انا راجعه من السوق باقي حاجه بعينها. ان احنا هنا في شهر رمضان مش بس ال 30 يوم انفاق على بند الغذاء، ولكن في عندي كحك العيد وعندي البسكويت وعندي لبس العيد وحاجات كتير. الفكره ان انا هعمل كحك العيد ولكن اقنن الكميه، هعمل عزومات اقنن الكميه. انا في بعض العزايم عندي لازم يكون اللحمه والفراخ والسمك وكذا وكذا كذا صنف بروتين، انا هعمل العزومه على قد الامكانيات وعلى قد الحدود وفي حدود الاسره. وداخل الاسره احنا ممكن لو اب وام هيعزم اولادهم تكون العزومه في اطار ال5 افراد دول، ممكن يبقى في مبادره منهم ان انا بشارك كمان في العزومه، مش بس ان انا جاي مجرد ان انا هفطر، لا ده انا بشارك كمان، انا بتفق انا والمجموعه اللي هنتعزم عندها ان احنا بنكون مشاركين في العزايم دي. وكمان العزومه مش الهدف منها الاكل قد ما هو التجمع. انا لو بنتجمع مع بعض لصلاه التراويح او عاملين صينيه كنافه هو ده الهدف، مش الهدف ان انا اعمل كذا صنف. وفي بعض الاباء والامهات بيستلفوا ويندينوا ويحصل مشاكل اسريه كتير بنشوفها بسبب العزايم وبسبب الكحك والبسكويت. كنا لسه بنتكلم على كده انا والدكتور فتحي، على انه احنا لو متعودين طول الشهور، يعني في طول السنه بنحوش رقم معين، احنا بنستلف ممكن ضعفه وممكن 3 أضعاف في ظل طبعا الاسعار اللي موجوده دلوقتي، علشان نقدر نمشي اليوم. احنا قبل رمضان الناس بتتخانق وفي مجازر دايره في الاماكن بتاعه البيع والمحلات على البضايع. طب ليه كل ده؟ هو اوريدي الحاجه موجوده عندي، وعلى فكره ده سلوك استهلاكي خاطئ، وهو ده السبب مننا احنا كافراد مجتمع في ان الاسعار تزيد. لان السلعه عرض وطلب، التهافت على السلعه وانها محتاجاها، وفي الناس عماله تتخانق عليها، طبيعي ان في بعض التجار بيحتكر هذه السلع، طبيعي ان الاسعار السلع نفسها هتزيد لان المعروض مش بالشكل اللي انا محتاجاه. فاحنا دايما بنقول ان الرهان الاول لحل اي ازمه في المجتمع هو ثقافه افراد المجتمع للتعامل مع هذه الازمات. تمام. شهر رمضان انا لما باجي كده يعني بتكلم اوريدي في بعض الناس بتحب تخزن لرمضان وتعمل احتياجاتها، ما بيجيش من شهر، بيجي قبلها بشهر او شهور ايه اللي انا محتاجاه في الشهر ده. تمام. ما ينفعش ابدا يجي في اول يوم رمضان واقول انا عندي ازمه في الميزانيه مش هتتحل. لازم قبلها بفتره بكون مخزنه احتياجاتي. محتاجين نخزن لحوم كتير،
فراخ لا كتير. لا مش انا اصلا كل حاجه كتير. ضد فكره التخزين بشكل عام. ضد يعني انا فكرة التخزين. الخضار والفاكهه انا الصحيح ان انا بحصل عليها مباشره عشان اقدر احصل على القيمه الغذائيه الموجوده فيها، لان بعض العناصر الغذائيه ممكن تفقد بالتجميد او التسخين. فانا بحب الحاجه موجوده في موسمها. فكره التخزين انا مش بحبها وارجحها، ولكن في بعض ربات الاسر بيكونوا عاملات فبيخزنوا علشان خاطر يوفر معاهم وقت وجهد. في الفترة دي بقول بلاش نخزن لفترات طويلة. انا بخزن احتياجي لمدة اسبوعي او نصف شهري للحاجات دي. الحاجات اوريدي موجودة، ولكن عاوزة تنظيم وقت وترتيب اولويات. ايه الاهم فالمهم. يا مش رمضان اللي الكل متهافف عليه او الكل عاوز يجيبه، انا بجيب احتياجي اسبوعي عشان خاطر تبقى الحاجة طازة عندي والحاجة اقدر استفاد منها. في بعض ربات الاسر بيجيبوا الكميه رمضان ممكن تعدي معاهم لرمضان اللي جاي السنه اللي بعدها. وطبعا فكره او ثقافه خاطئه. لو قارنا ما بين احنا بس مش عاوزين الثقافه دي في شهر رمضان بس، احنا مجتمعات بره، المجتمعات المتقدمه اللي بره الراقيه في التعامل، لان انا بقيس ثقافه او تقدم المجتمعات من تاخرها من خلال سلوكيات افراد المجتمع. لما اروح اشتري في رمضان واخزن اجيب باكيتين سكر وثلاثه وانا عندي ازمه موجودة اقتصادية، فانا كده سلوك خاطئ. مش حضرتك في بقى كنافة وقطايف وبسبوسة وجلاش في شهر رمضان؟ انا ما اعرفش يعني ليه اللي هو التركيز قوي على العصاير والحلويات. هو بجانب ان انا تدبير الصحة، فهو ليه تأثير على احنا عندنا برتقان دلوقتي يعني فريش، ليه ما نعملش برتقان عصير برتقان فريش؟ ليه ما بنعملش؟ والله ده اللي بنقوله في كل ندواتنا وحلقاتنا. هي موضوع فكرة اللي هو الوعي، المعرفة، تغيير الثقافة. طب ايه البدائل للحوم والفراخ؟ لما الفراخ اولا البروتين الحيواني مفيش بديل عنه. بيحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه اللي الجسم ما يقدرش يخلقها، فانا لازم بدخله للجسم. ولكن اقنن الكميه. احنا بفتره زمان شويه كان يمكن اللحوم دي مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع وكانت صحتهم افضل. دلوقتي اعتدنا على ان اللحوم والاسماك يوميا خلاص بقت شيء اساسي في حياتنا، وده بشكل خاطئ جدا وسلوك خاطئ جدا. هي الفكرة ان انا اعتاد على تنظيم وترتيب الوجبات عندي بشكل صحيح. وكمان الكمية اللي كل فرد محتاجها. يعني مش كل فرد محتاج نص كيلو، يعني كل فرد محتاج كذا جرام. فعلا الجرامات محددة للجسم محتاجها وبيستفاد منها، والباقي بيخزنها. بنشوفها بشكل سمنة، بشكل مقاومة انسولين، بشكل ارتفاع الضغط، بشكل مشاكل في الكلى، مشاكل كتيرة. لان هي حلقة كده بنقول حلقة مفرغة، كله مرتبط ببعضه. الثقافة الغذائية هيترتب عليها تأثير على الجانب الصحي، تأثير على الجانب الاقتصادي، تأثير على الجانب النفسي. ان انا عاوزه احس ان في كواليتي وجودة حياة انا عايشاها. انا مش عايشة في شهر رمضان لما نيجي نتكلم عن الاكل والشرب خالص خالص. بس احنا بنعمل فيه ريفريش لجسمنا، اللي هو عاوزين نريح جسمنا من هلس الاكل طول 3 وجبات وطول السنة. فجايبين ننظف جسمنا من السموم اللي فيه، ننظف روحنا بالتقرب الى الله والعبادة، ننظف روحنا بصلة الارحام. لو اتجمعنا على صينية كنافة او عصير فده تجمع في رمضان. مش لازم اقعد على عزومة او على سفرة فيها 4-5 اصناف واندين واكون مديون واكون سالم. بذمتك يا دكتورة بيكونوا 4-5 اصناف بس؟ اصناف بروتين. بتكلم عن البروتين الحيواني. لكن هناك طبعا في الحلويات وفي العصاير وفي النشويات وفي الخضار موائد. بس احنا اعتقد السنه دي هيبقى الناس مجبره على ترشيد استهلاكها وعلى تنظيم او ترتيب اولوياتها مره ثانيه، لان فعلا الحاجه غاليه. فعلا في ازمه اقتصاديه بتمر على الاسره اولا قبل ما تكون على المجتمع. فهيكون في خطوه. اعتقد الشهر ده هيبقى فيه تغيير شوية في العادات والثقافات الموروثة اللي احنا توارثناها، ملهاش اي صلة ولا تمت للاسلام ولا اي دينات بالصلة، اللي هو قاعدين في رمضان عشان ناكل. تمام. ده بالنسبة للفطار. بالنسبة للسحور هل هناك بدائل للألبان؟ انه الناس بتاكل لازم تاكل زبادي؟ طيب ما ممكن نقول فكرة تانية. طب ما نصنع منزلي. انا علشان اروح اشتري فول مثلا كمية قليلة بفلوس اكتر، طب ما الجأ هنا بقى الى الصناعات الغذائية المنزلية، ودورها في تخطي هذه الازمة لها دور كبير قوي، لان بتقلل عندي اللود على بند الدخل عندي. انا اصنع الفول في البيت، اصنع الزبادي في البيت، سهل جدا تصنيعها. احنا بقينا مجتمع استهلاكي من الدرجة الاولى. وزمان كانوا بيعملوا ده في البيت، كان كل الحاجات بتصنع في البيت.
هتوفر عندي كتير. بس انا اتعب شويه ان انا اكون اعمل. انا البنات دلوقتي والفتيات وربات الاسر، في مش هنقول بشكل عام، ولكن معظمهم بيبقى عاوز الحاجه جاهزه. انا جايبه علب الزبادي والفول جاهز، مش عاوزه اتعب واعمل. لا، نتعب ونعمل الصناعات الغذائيه، بدل ما نقول لا احنا هنستغنى. وجبه السحور احنا هنقعد عليها فتره طويله للفطار، فتكون وجبه يعني الجسم يكون يعني يقدر يستفاد منها بقدر كبير، يقدر تقعد في المعدة فترة طويلة، زي البروتينات، بلاش الفين وبلاش العيش الأبيض وبلاش السكريات الكتير. خلينا ممكن تكون بيض أو زبادي أو فول. العصاير قدر الإمكان يا جماعة، بلاش التحلية بشكل مبالغ فيه. السكر بس مش عشان أقتصر عندي في البند ده، ولكن هي لها تأثيرها على الجانب الصحي، لها تأثيرها على صحة الجسد وعلى كمان النفسية وعلى حاجات كتير. شكرا بدل ما اقول اتفضلي، بدل ما اقول ابعد عن الالبان، او لا انا اتجه للصناعات الغذائيه شويه، حتى في الحلويات كمان بلاش اشتري الحلويات من بره واعملها في البيت. صح جدا دكتوره ايمان، مش لازم حلويات كل يوم. صح جدا. شكرا لحضرتك ورمضان كريم. بنشكر الدكتوره ايمان شاهين، اختصاصي اداره المنزل